أساسي وركن أساسي في اكتساب الجوهر وفي تغيير حياة الإنسان. إذا غير شيء واحد، غير المنطق، غير اللسان. هذا اللسان كما قيل للقمان الحكيم رضوان الله تعالى عليه، سألوا أحد الأشخاص عندما ذبح شاة، قال ائتني بأطيب ما فيها. أنا أعطي نموذج من الأخلاقيات الجوهرية، نموذج، هلا حناخذ نموذج اللسان. إذا هذا الإنسان بده يبدأ الآن يأخذ قرار، أنا بدي يكون إنسان حقيقي، إنسان إسلامي حقيقي، لدي جوهر ومعدن. أول شغله شو بلش؟ باللسان. هو هذا الجسر بيني وبين الناس. يعني كل إنسان يأخذ فكرة عني ونظرة عني وانطباع أولي عني من خلال ماذا؟ لساني. تكلموا تعرفوا. علي عليه السلام يقول تكلموا تعرفوا فإن المرء مخبوء وراء لسانه. في ناس بتضل ساكتة، تشعرك بالهيبة، تشعرك بالوقار، تشعرك بكثير من الأمور. عندما تتكلم كأنها كالخشب. طيب، قيل للقمان رضوان الله تعالى عليه عندما ذبح الشاة ائتني بأطيب ما فيها. ذهب وأتى بالقلب واللسان. تعجب هذا الرجل، قال ائتني بأخبث ما فيها. بماذا جاء؟ بالقلب واللسان. هذا اللسان هو القائد، هو الذي يقود الإنسان ويعطي رسائل عشوائية شمالا ويمينا تصور للإنسان الآخر فكرة عني وترسم للإنسان الآخر فكرة عن هذا اللسان. وهذا اللسان هو المدخل للنار وهو المدخل للجنة. وكم من المشاكل الاجتماعية التي وصلت نتائجها إلى الطلاق أو إلى الانفصال أو إلى التعادي بسبب بذاءة هذا اللسان. وكم من الرجال الذين صبروا، وكم من النساء الذين أحبوا رجالهم بفقرهم وحاجتهم، ولكن أحبوهم لعذابة وحلاوة لسانهم، لمكرمة لسانهم، لأدب لسانهم. صح ولا هذا ما بتشوفوه بمجتمعكم؟ كم من الناس يأسرك حينما يتكلم وهو لا شيء، تحسبه لا شيء في المجتمع. وكم من الناس تجلس بعض الأحيان روح شوف بعض الأطباء وبعض المهندسين وبعض التجار بشكل ملمع لك صباطه وبينزل لك بقدم السيارة حق 50,000 دولار ومطقم لك حاله وبينزل، بس يتكلم تشمئز منه. بعض الناس إنسان عادي بيجي يقعد معك، يمكن عامل بمكان $10 تجلس معه تستأنس، لا تريد أن تترك المجلس لحلاوة لسانه، لحلاوة منطقه. ولا تكثر من الكلام، هذا من الفضول. من الفضول كثرة الكلام. إذا كررت الكلام هذا فضول، كلام ليس له فائدة. بعض العلماء كان من الأسبوع إلى الأسبوع بالشهر يمكن يحكي صفحة، تحفظ كل كلام. وفي ناس تجلس معه 5 ساعات يكرر نفسه، يحكيك بموضوع فارغ. هذا من الفضول. الفضول هو الكلام الغير النافع. كل مجلس فيه كلام في غير ذكر الله عز وجل هو كلام غير نافع، هو فضول، هو إثم. العائلات التي تسهر فيما بينها حاطين الأراكيل، جلوس 4-5 ساعات معهم، لا تخرج بفائدة واحدة، بقاعدة أخلاقية واحدة، بجملة مفيدة واحدة. كل كلام تافه ليس له أي معنى. وهذا كلام غير مفيد، هذا لغو، هذا فضول. الفضول هو الشيء الذي يزيد عن حده. بس هذه القاعدة تطبقها أيها الإنسان بحياتك، أن لا تكون فضولي.
فضولي أن تعطي الشيء أكثر من حاجته. لا تكن فضوليا بالنظر داخل على بيوت الناس. النظرة الأولى لك، عائلة صديقك، عائلة أخت صديقك طلعت في وجهك سلام عليكم وخلص غض نظري. النظر الزائد هو فضول، هذا مما يكب بوجهك في النار، مما يوقعك في المآثم. سئلت سؤال، على قدر السؤال أعطي الجواب. كلام زائد خارج عن السؤال هذا فضول. توصف إنسان أعطيه حقه بالكلام. زائد دخلت بعلاقته مع زوجته، بعلاقته مع أخته، بعلاقته مع جيرانه، قديش بيطلع، شو بيجيب، شو بيشتغل، هذا فضول زائد، هذا مكب لك في النار. حاجتك أيها الإنسان في الطعام، صحن بتحط 3 صحون زيادة، هو الفضول الزيادة، هذا مكب لك في النار، هذا فضول. خلص قدر حاجة. في الكلام، أهم شيء في الكلام هو الذي يعطي الانطباع الأول للإنسان عنه. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما النجاة؟ من أصحاب رسول الله يسأل يا رسول الله ما النجاة؟ أعطني شيء أو أعطني شيء ينجني من النار يعبر بي الصراط. فقال امسك عليك لسانك.